ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير دايما يا رب. اهلا وسهلا بكم في قناتكم اختيارات ماما زكية. جولة في عباس العقاد يا جماعة، الجولات اللي انتوا بتحبوها اللي هي بتبقى كلها اكتشافات كده، وماشيين معايا كأنكم بتتسوقوا معايا وبتتفسحوا. طبعا الجولة دي ليها هدفين. الهدف الاول دخلت الجامعة، كل سنة وانتوا طيبين، عقبال اللي لسه بناتها وولادها ما دخلوش الجامعة يخشوا الجامعة ان شاء الله. اول حاجة رحنا الممر اللي بيبقى على ايديكوا الشمال كده اول ما بتخشوا عباس العقاد، والممر ده بقى طويل وبقى في حاجات كتيرة لسه هندخله يعني. اولا بقى بعد العصر كده لما بتروحوا عباس العقاد، عايزه اقول لكم بقى كله فروشات بقى، يعني اكتر من روكس كمان. فروشات بقى كوتشيهات، وفي ناس بتوع، كان في ولد على طول قاعد في عباس العقاد في نصه بالظبط بيبيع بواقي باكسل وحاجات حلوه كده. تلاقوا الجيب دي ب 400 جنيه، جيب جينز كده طويله حلوه قوي. الشميز برضو جميل قوي. الاسعار كانت في الممر ده من 200 لحد 600 جنيه، يعني حاجات قليله قوي اللي كانت ب 600 جنيه. لكن مثلا الشميز ده برضو كان ب 250 جنيه. شميز خامات حلوه قوي، عجبتني الخامات اتحسنت قوي يا جماعه. يعني انا شايفه ان الخامات حلوه جدا يعني، وده خامته كانت جميله جدا برضو، طويل من ورا وقصير من قدام، حلو قوي. تمام. وبرضو كانت الجيبات جميلة جدا كتير للبنات بقى اللي عايزة لبس جامعة لذيذ وروش كده وحلو يعني. هتقدر تروح هناك تجيب كام حاجة لذيذ كده. ودي برضو جوب. انا عارفة ان احنا خلاص داخلين على الشتاء، بس اهو اول شهرين الخريف دول ممكن الحاجات دي تتلبس لحد ما الدنيا تبرد وكده. بس دي الجيبة السوداء دي كانت تقيلة، كانت ب 350. كانت جيبة سودة كده تقيلة، وكانت كلوش. عارفين الموديل اللي بيبقى كلوش ده؟ احنا معانا بقى، يعني بقول لكم احنا نازلين عشان هدفين: الفرح، وعشان برضو نجيب حاجات ناقصة للكلية. لو واحدة من البنات ناقصها مثلا عايزة تجيب بنطلون، ولا عايزة تجيب حاجة، عايزة تجيب كوتشي، عايزة تجيب اي حاجة. واخدين بالكم؟ الممر بقى كله كده، وتحجيبات بقى جميلة جدا جدا. بس التحجيبات دي غالية ب 250 جنيه. هنا البنات كانوا بينقوا لي انا تحجيبة يعني، علشان انا عايزة لون التحجيبة يبقى لون ال الشبشب اللي هلبسه في رجليا يبقى لون الشنطة، علشان خاطر ابقى اوريكم الاوتفيت يا جماعة بتاع الفرح. تمام. فكانوا بينقوا لي تحجيبة يعني اللون الاقرب. بس انا ما بعرفش بقى انقي كده، لما اكون عايزة اطقم بجد باخد معايا القطعة اللي انا هلبسها واشوف عليها الالوان. واخدين بالكم؟ زي ما انتوا شايفين الشميز البنطلون ده عجبني جدا جدا ب 350 جنيه. في منه خفيف وفي منه تقيل شوية، حلو قوي، واسع كده وفضفاض ومريح يعني. هتلاقوا بقى كده كتير بقى، هتلاقوا حاجات حلوة. البدلة دي كانت ب 650 جنيه، جميلة جدا برضو، قماشتها خريفي كده حلوة، بنطلونها لذيذ وموديله حلو، هي على بعض كده. فما شاء الله الممر مليان مليان حاجات يعني. كان في امهات كتير، الدنيا كانت زحمه والله ما شاء الله، والبنات كانت نازله كتير قوي علشان خاطر الكليات والحاجات دي. البنطلون ده اتقل من اللي قدام، الجينز ده بصوا لذيذ كده وواسع ويلبس، حلو قوي برضو. فاللي عايزه تجيب حاجه بصراحه روشه شويه وحلوه، تنزل يا اما روكسي يا اما تنزل عباس العقاد. بس انا جربت والله العظيم، انا معايا بنات وعارفه يعني. نزلنا اماكن كتيره جدا، الوكاله بقت صعبه جدا يعني. لسه البنات كانوا في الوكاله اصلا من يومين، جم يصرخوا. ويعني شفنا حاجات كتير. البلوزات دي جميله جدا وخامتها حلوه قوي، والشميز ده برضو كان خامته حلوه جدا، كلها في الاسعار اللي بقول لكم عليها. 250 اقصى حاجه، 350 تقولك. وفي فصال طبعا في الممر يعني تقدري تفصلي. كانت لذيذة قوي، خامتها كانت حلوة قوي.
احنا جايبين واحدة زي دي بالظبط بس مقفولة. بصوا الحاجات بنانيتي وامامير ازاي جميلة خالص، شميزات، حاجات لذيذة كده وهادية وجميلة. ولما الدنيا تشتت تقوم لابسة عليها جاكيت. ان شاء الله في مكان هينزل جواكت حلوة جدا، اول ما تنزل جواكت الشتوى هيجيبها لكم بامر الله، برضو من مكان كويس وحاجات نظيفة ومستوردة، وهتبقى لقطة ان شاء الله. الطقم ده ب400 جنيه، جيبة حلوة وعليها ال معرفش بقى الجاكيت اللي بتربط ده ولا ايه، ده فستان طويل كده. خلصنا الممر وبعدين لفينا بقى من ورا، طلعنا بقى على يعني عباس العقاد من ورا اول فتحة اللي هي بتاعت 3M. بس قلت ايه للبنات تعالوا كده نبص على المحلات اللي ايه اللي في الشارع الخلفي دي، ممكن نلاقي حاجات ستوكات حاجات كده، تعالوا نبص يعني نكتشف. فهتلاقوني رجعت بقول لهم تعالوا نبص، فلقينا بقى المحل ده كان حاطط كده خصومات. البنطلون ده ب350 جنيه، عاجب بنتي جدا، معرفش ايه غيتها في البناطيل السبورتنج اللي بترتاح فيها اكتر. ولقينا فيه عامل خصومات، عامل البلوزات ب200 جنيه احلى بكتير من اللي شفناها في الممر. ليه بقى؟ لان ده مصنع وماركات وحاجات مستورده، فمنزل خصومات. يعني دي ب200 جنيه تحفه، دي ب200 جنيه تحفه. الخامه بقى انا اللي بقول لكم تحفه تحفه تحفه. كان منزل خامات حلوه جدا جدا. ولقيت عنده بقى والبنات بيقيسوا، لقيت عنده حاجات اطفال يعني لقيت معظم الحاجات اللي موجوده عنده اطفال. وانتوا كنتوا طلبتوا مني محل اطفال يكون كويس، المحل ده ممتاز. وروحوا، هو عامل خصومات كده، عنده حاجات مستوردة منزل فيها 30%، وعنده حاجات تبع المصنع بتاعه منزل فيها 50%. اللي عايزة بقى حاجات كده مميزة وخامة نظيفة وحاجة حلوة هتلاقيها في المحل ده. هتلاقي حاجات أطفال جميلة أوي من عمر سنة لعمر 12 سنة، بنات وأولاد، عشان انتوا كنتوا دايما تقولوا لي هاتلنا حاجة أطفال. مميز جدا يعني، عجبني جدا جدا، خامات حلوة قوي جميلة جميلة. صاحب المحل راجل نوبي أسواني كده، وأنا بحب الناس دي قوي، والراجل جميل جدا. وعندهم مصنعهم وبيجيبوا حاجات مستوردة، فما شاء الله تبارك الله، عنده حاجات شيك قوي هتعجبكم قوي 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 للأطفال. زي ما انتوا شايفين كده الخامات تحفة، خامات جميلة، حاجات قطن جميل جميل، وحاجات جنساتها حلوة قوي. دي كانت غالية بقى شوية، دي كانت زي تريننج كده مستورد، كان هو لسه منزلش عليه خصم، كان ب1000 جنيه حاجة زي كده. عندهم بنطلونات جينز، وعندهم البنطلون اللي عجب بنتي ده اللي كان عليه خصم، ده مستورد على فكرة اللي اشتريته. البدلة دي برضو عجبت بنتي قوي قوي، حاجات حلوة قوي قوي قوي. اهو عامل خصم 10% و50% و40%. هي جابت اللي هو خصم 50% ده. البنطلون مريح جدا، خامته جميلة. هي بقى لها فترة حابة تلبس كده حاجات اللي هي عارفين اللي هي بتبقى زي سبورتنج كده لسهلة اللبس دي. بصوا حاجات الأطفال تجنن تجنن، حاجات حلوة أوي، فساتين جميلة جدا. عامل خصومات على كل الحاجات دي، وإن شاء الله لما تروح يكون عامل خصم أكتر يعني، لأنه كل بقى حاجات في ده مثلا ب200 جنيه من عمر، دي ماركة هقول لكم على اسمها دلوقتي، من عمر سنة لعمر 12 سنة. كل ده قال لي ب200 جنيه، ده من بقه يعني، هو قال لي قلت له هكتب عليه 200 جنيه، قال لي ايوه كل الجزء ده ب200 جنيه. ماركة مونتيرو، مونتيرو، يا رب اكون نطقتها صح. اي حاجة في الباسكت ده ب100 جنيه، اي حاجة هتلاقوا فيه حاجات حلوة قوي وخامات حلوة قوي. من بنطلونات بقى هتلاقوا حاجات كمان شتوي اهو ب100 جنيه، اي حاجة ب100 جنيه في الباسكت ده. قلت لها قربي عشان تشوفوا الخامة.
ب100 جنيه. حاجات حلوة قوي هتعجبكم قوي. والبنطلونات جميلة جدا بتاعت التريننج دي جميلة. بصوا ده جميل جميل، هتلاقوا لقط كده فيه. بصوا ده برضو لو حد راح المدرسة تحت الهدوم جميل. ده ب200 جنيه. البلوزات دي جميلة برضو حلوة قوي. بلوزات في منتهى الجمال، خامتها احلى من اللي كانت في الممر 100 مرة يعني بصراحة. حاجة تانية يعني، مستوى تاني خالص. جبنا من المحل ده البنطلون وجابوا منه تيشيرتات من اللي هي بكم دي لذيذة. والباسكت ده كانوا البنات بقى بيدوروا فيه تاني لو مثلا في حاجة مقاسهم او كده، بس معظمه يعني بصراحة اطفال. فالحاجات الاطفال عنده هتلاقوا حاجات ب200 جنيه جميلة جدا، هتلاقوا حاجات ب100 جنيه حلوة قوي. هتلاقوا للكبار اللي قد بناتي يعني البلوزات، جبنا منه البلوزات ب200 جنيه روعة. حاجة كده يعني تشرف كده. يعني دي كانت قبل الخصم ب400، والبنطلون كان قبل الخصم ب750 اللي بنتي جابته. فما شاء الله تبارك الله، هتجيبوا حاجات تعجبكم من المحل ده. عنده كمان حتى حديث الولادة والبيبي الأطفال خالص، بس حاجات جميلة خالص. ما شاء الله ما شاء الله. فلو عايزين محل أطفال كويس قولولي وأنا أسيب لكم. هو اسمه MBH. قولولي، أنا خدت منه الكارت، أسيب لكم العنوان بتاعه ورقم التليفون وكل حاجة يعني. قولولي بس انتوا عايزين محل الأطفال في التعليقات عشان أبقى فاهمة، لأن انتوا هتشوفوا أكتر من مكان في الفيديو. طلعنا منه. هو بصوا في نفس الفتحة اللي هو فيها مومنتو، دخلنا بقى مومنتو علشان خاطر بقى ايه، جامعة بقى وفرح مع بعض. الفرح ان شاء الله الشهر الجاي، فبنستعد له بقى من دلوقتي يعني. فبالمرة بقى ايه، دخلنا برضو نشوف عايزين ايه مثلا ناقص البنات او ناقصنا او كده. انا بقى عايزة اجيب حاجات لتنظيف البشرة في البيت يعني. ايمان من فترة كده مسكتني وعملت لي اللي هي ال7 المراحل دي، فعجبتني جدا في البيت وانا قاعدة كده مأنتخة. فقلت لها لما هنزل هجيب الحاجات اللي بيجيبوها في الكوافيرات دي تعملي لي تنظيف بشرة. فكنا بقى مركزين على كده يعني. بالنسبة لي أنا كنت مركزة على كده، لكن هم بقى اللي كانت ناقصها قلم روج، ناقصها قلم كحل، ناقصها قلم مسكرة. فكانوا بيجربوا بقى وبيشوفوا يعني. طبعا كلنا واحنا بنات كنا بنعمل بصوا بنلبس وبننبسط وكنا يعني عشان بس حد يكتب لي في التعليقات مكياج ومش مكياج يسوسوا كلنا واحنا بنات. ما بصوا ما حدش بقى مش احنا ناس طبيعية يعني. يعني انا وانتوا وناس كتير جدا وانتوا بنات واحنا داخلين الجامعة كده من اول ثانوي كده، واول ما كده خرط البنات زي ما بيقولوا خرطنا، كنا بنجيب وبنلبس وبنعمل كل حاجة، بنحط ميك اب وبنلبس احلى لبس واللي قبلنا بقى في السبعينات ما شاء الله على اللي كان ما شاء الله احلى لبس كان لبس السبعينات ده. للاسف ما حضرناهوش، احنا كنا الثمانينات احنا. فبصوا يعني ما شاء الله يعني انا بحب ابسطهم زي كل ام يعني. وسط البنوتة اللي واقفة معانا برضو، البنات كلها ما شاء الله عليهم يا رب. ربنا يفرحكم ببناتكم يا رب ويسعدكم بيهم. المحل مومنتو جميل، مليان حاجات كتيرة جدا جدا واسعارها حلوة. مش ماركات عالية قوي بس ما في المعقول، معظمها حاجات صيني فبتبقى لذيذة. وهم البنات بيجربوا يعني، ساعات بيبقى في الحاجات الرخيصة دي حاجات حلوة، وساعات بيبقى في ماركات حلوة يعني. انا مثلا لما رحت مرة البازار بتاع السكين كير او الكوزماتيك ده، جبنا حاجات من سيبال كان عليها عرض جامد جدا، قاعدة معايا لحد دلوقتي الحاجات الأساسية. هنا دي حاجات بقى خاصة بقى بالرجلين والسكرابات والواكس والحاجات دي.
حاجات جميلة جدا. دي بقى الحاجات اللي هي العناية الشخصية يعني. بصوا مثلا دي مش الشفرة دي، مش بنلاقيها في الأماكن العادية. حلوة قوي، كانت ب120 جنيه. اللي هي بتشيل ال الحاجات الوبرية أو الجلد الميت، فكانت جميلة قوي. الحلقان دي كانت الحلق ب15 جنيه. وكان في سلاسل حلوة قوي واكسسوارات جميلة جدا. الدور اللي تحت في مومنتو كله ادوات منزلية. كنت جبتهولكوا قبل كده، زي النزهة. لو حابين ابقى اعمل لكم فيه جولة اكتبولي في التعليقات. نخلص بس مشاوير الجامعة والحاجات دي، واكتبولي في التعليقات وانا اجيبه لكم ان شاء الله. بعديه على طول دخلنا على 3 ام، زحمه موت ما شاء الله. 3 ام مطلع فوق طبعا كل الحاجات الصيفي الحلوه اللي كانت غاليه، مطلعها كلها ب100 جنيه و150 جنيه. فكان في لقط اللقط، يعني معروف ان هو ايه، الحاجات اللي فوق بتبقى خامتها مش قوي، لا ده كان مطلع الحاجات اللي كانت تحت اللي بتتباع غالية جدا وكانت خامتها حلوة قوي. فلقينا فيه حاجات حلوة قوي وتحسن قوي قوي. حتى النعل بتاع الشبشب من تحت اتحسن قوي، فعجبني جدا يعني بصراحة. وعجب ولادي، جابوا بقى عمالين هم يقيسوا الوان مختلفة وبتاع مش عارفة ايه. يا اختي البنات بقوا عايزين يلبسوا فلات وهم في السن ده. انا في السن ده كنت بلبس 6 سنتي و5 سنتي اه والله. فبقى يقلدوني، يعني انا بلبس فلات دلوقتي عشان رجلي، هم بقوا يلبسوا فلات ليه؟ ومش بناتي بس، انا شفت بنات كتير في سنهم. حتى قعدت اتريق عليهم اقول لهم واللي بالحاجات اللي بكعب دي سايبينها لمين؟ ما بقاش في حد بيلبس بكعب. الحاجات الانثويه الجميله دي يلا، احنا الجيل بتاعنا مفيش بعده تاني خلاص. الجيل اللي جاي ده يا اختي لبسهم عجيب وكل حاجة عايزين. بصوا بيتعبوا من اقل حاجة. الجزمة دي او مش عارفة بقى، دي عاملة زي الصندل كده او بانس كنا بنقول عليها كده. دي عجبتني جدا جدا، بس ما فيش منها غير المقاس ده واللون ده. يعني لو كانت كبيرة نمرة بس خفيفة خف الريشة كده، جميلة قوي. والكعب بتاعها طري كده، بس ما جاتش على قدي. بصوا هتلاقوا بقى حاجات باليرينا كده فلات كتير كتير. الشبشب بعد ما نقيته اللي هيليق على الحاجة اللي هلبسها في الفرح، قال لي مفيش منه المقاس اللي انت عايزاه، فجاب لي واحد من جوه عجبني حلو. مقاسي هتشوفوه دلوقتي، غيرهولي. ولا بصي شوفي الصندل ده الجميل ده، تلبسيه كده في الفرح بكعب. جابوا لي انا ده بقى، جاب لي ده، قلت له حلو ماشي. ما لقيتش من التاني. فهتلاقوا ما شاء الله 3 ام شنط ومطلع حاجات فوق جميلة جدا برضو للبنات في الجامعة وللشغل وللحاجات دي. بصوا حاجات كتيرة جدا مطلعة من الحاجات الغالية اللي تحت. هتلاقوا حاجات كتير قوي جميلة بصراحة ما شاء الله. وتطور يعني، الخامة بتاعته تطورت وحاجته بقت أحلى، يعني بقت جميلة. طلعنا بقى كده في عباس العقاد، ابتدى يتزحم بقى لأن احنا رايحين. كنا على الساعة 4 كده، ابتدينا بقى نخش في 5 و6. ما شاء الله زحمة بقى ايه جامدة. وابتدت بقى الفروشات بقى أشكال والوان بقى. بص السورتات دي جميلة قوي، بس تنفع عروسة أكتر يعني. هو لسه احنا ما استقرناش على الشكل النهائي يعني اللي هنعمله يعني هنلبسه او كده ان شاء الله. قريب رايحة بقى للمنقذة. المنقذة بتاعتي رايحة لتيسير. معرفش بقى لو انتوا حد معايا قديم من القنوات القديمة. تيسير دي يا جماعة خبيرة في الشعر والبشرة، واختنا يعني. وبصوا هتطلع بقى تعب السنين ومجهود السنين كله اللي على الوش بتخلصنا منه. فهروح لها دي المنقذة بتاعتي في اي مناسبة يعني.
ده محل بقى تاني دخلناه، حاجات كده بقى سواريه وحاجات للأفراح جميلة جدا يعني. عقبال يا رب يا رب ما مفرح بكل البنات اللي موجودين على القناة، وكل اخواتي اللي عندها بنات على وش جواز تفرح بيها وتتهنى بيها. ما شاء الله. بصوا في حاجات كتيرة جدا، اللي عايز حاجات سواريه، عايز حاجات كده يلاقي في عباس العقاد حاجات حلوة قوي قوي. الكوتشيات دي كانت ب250 جنيه، حلوة جدا. بواقي محلات بس معظمها لون أبيض وبيج، كانت حلوة بواقي محلات. وبواقي والتصدير. اكسسوارات بقى زي ما انتوا عايزين ما شاء الله. وهننزل تاني لان لسه انا ما جبتش شوية حاجات، وان شاء الله في برضو لسه شوية حاجات هنجيبها. فلو حابين تشاركوني تحضيرات الجامعة وتحضيرات للفرح، اكتبوا لي في التعليقات لو الفيديو عجبكم والجولة دي عجبتكم. اعمل لكم جولات تانية ان شاء الله شبهها. بحبكم جدا جدا في الله، واي مكان دخلتوا اسألوا عليه وانا انزل لكم العنوان يا جماعة. اكتبوا لي تعليقات حلوة زي قلوبكم الجميلة ولايكات كتير، والناس اللي لسه ما اشتركتش تشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.